طبعا كلمة ربنا الكتاب المقدس مش مجرد كتاب بنقراه او ان هي يورينا تفاصيل حصلت او كلام ربنا، لكن زي ما قلت في الصلاة هو حياة، روح وحياة، انجيل معاش. النهارده كان انجيل القداس بيتكلم على النور، وبيقول كده: ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. طب إيه اللي يخلينا إن إحنا كأولاد ربنا نبقى منورين؟ كذا حاجة، منها كلمة ربنا، وصيته، إنجيله اللي إحنا نلاقي فيه الوصية ونحاول إن إحنا نعمل بيها. عارفين الضلمة دي مش حاجة نقدر إن إحنا نعملها. حد يقدر يعمل ظلام، ضلمة؟ لا. طب إيه هي الضلمة؟ هو غياب النور. غياب النور. فلو أنا قلبي ده قافل كل شبابيكه وكل بيبانه ومقفل الدنيا، هيبقى قلبي ده مظلم، ضلمة. لكن كل ما تفتح كده شبابيك قلبك كده، بيبان قلبك وعقلك، يخش نور ربنا. أبونا المتنيح لوقا سيداروس، أبونا الجميل ده، بيقول دايما عن الإنجيل، يقول الإنجيل مش بيتقري ونفهمه بعقلنا، لكنه يتقري بالقلب. افتح الكتاب وشوف الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لك، وخد كلمة ربنا وابدأ اعمل بيها. ربنا قال لنا كده إن إحنا نكون نور للعالم. يعني إيه نور للعالم؟ يعني إيه؟ يعني اللي يشوفني يلاقيني إن أنا عايش اللي أنا بقراه. ما يبقاش الواحد ماشي بكذا شخصية، أبقى في التجمع المسيحي وأكون في الكنيسة ولا أكون في أي حتة، بحاول إن أنا أعمل بكلمة الإنجيل، لكن في أمور تانية لا. لكنه إنجيل دايما، كلمة ربنا دايما إنجيل معاش، أفضل إن أنا أعيش بيها. في حاجة مسج كده مهمة قوي في إنجيل يوحنا 3، بيقول: وهذه الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. حاجة خطيرة شوية، إنه أحب الناس الظلمة أكثر من النور. حاجة معقولة؟ هو ده اللي بيحصل معانا أوقات كتيرة، إن إحنا بنحب الضلمة أكتر من النور. ونور ربنا زي ما قلنا واضح في كلامه، في إنجيله، في رسالته ليا، في كل حاجة بقراها. باختصار كده، المفروض الواحد يعني كفايانا شوية إن إحنا نسمع عن ربنا، كفايانا إن إحنا نقرأ عن ربنا وعن كلمة ربنا، لكن المفروض كل واحد كده يقول لنفسه: جه الوقت إن أنا أعمل اللي أنا بقراه ده، إن أنا أعيش ده، أعمل عشرة وعلاقة مع ربنا، مش أقرأ عنه لكن يبقى في ريليشن شيب بيني وبين ربنا، وأدوق بقى، أدوق حنيته، أدوق عطفه، أدوق بركته، أدوق نعمته، وأشوف معجزاته في حياتي. وهو ده باختصار الإنجيل. الإنجيل مش مجرد كتاب بنقراه زي ما قلنا، لكنه هو دي الحياة اللي احنا بنعيشها. ربنا يبارك فيكم، في بيوتكم، في قلوبكم، في حياتكم، ويعوض كل من ليه تعب في خدمة الإنجيل وخدمة ربنا علشان توصل لكل واحد على وجه الأرض. لأنها كل مجد وكرامة من الآن والأبد الأبدين كلها.